نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الأجواء الممتعة جدا التاريخية جدا هنا في دولة الإمارات، هنا في العاصمة الغالية أبو ظبي، هنا في استاد محمد بن زايد، هنا في أمسية ليست كبقية الأمسيات الكروية. هنا نعم، هنا تحضر الأرجنتين، هنا تحضر التانجو، هنا يحضر ليونيل ميسي، هنا يحضر منتخب الإمارات الوطني. هنا مباراة للتاريخ، نعم هي الأولى تاريخيا ما بين دولة الإمارات وبين الأرجنتين، وفي أجواء من الفرح، وفي أجواء من السعادة، وفي أجواء من المتعة، وفي أجواء من الابتسامة التي تعلو هنا الجميع. لاعبو منتخب الإمارات فعلا في فرصة تاريخية أمام منتخب بقيمة الأرجنتين، وأمام لاعب أسطوري بقيمة ليونيل ميسي. للظهير الأيسر أكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للأمام. نحن اليوم ما قبل بالمناسبة كرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله السهيل خارج الملعب، رمية تماس، لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 سنة أمام ميسي في هذا المكان. الدقيقة الثامنة، العرضية الخطيرة الجديدة، كرة تلعب خطيرة للأرجنتين ولكن ريال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا بدون خوف بدون خوف بدون خوف باتجاه علي لديبول في الكرة الماضية، تذهب وتعود، وهذا أنخيل دي ماريا. هذه الكرة تلعب بهذه الصورة، إبعاد، برافو، مراد بلا خسارة، كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة الماضية. يحسب أيضا طبعا خليفة الحمادي أنه ما ترك ميسي. شوف هذا الحذر، ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل الهدف الأول من الفارس. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا. وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام، والكرة إلى ضربة ركنية. أحد تصاريف السحر، هو محاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا، والتسديدة لليونيل ميسي، المرور في الكرة الماضية لكن تبعد وتصل خط كرة لصالح الأرجنتين، تلعب عالية، إبعاد، تسديد، الله دي ماريا الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية. نقلت هنا باتجاه دي ماريا عن طريق كرة فيها محاولة المرور، ميسي يسدد، واصطدت ووصلت إلى خارج الملعب في تلك اللحظة. هذه محاولة، هذا ميسي سددها في المسافات، كل المسافات، ضربة حرة مباشرة تلعب، ولا الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للأرجنتين، وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل. هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي بالراس، لكن خالد عيسى سأقول دائما يفكرون في ميسي، مرور، التسديد، الله يسجل. وأنا قلت تسجيل الأهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للأرجنتين. حكم مباراة إبراهيم نور الدين، المباراة التي بدأت في أول 17 دقيقة
بصورة جيدة. بعد ذلك كانت لنا محاولات هنا طبعا الأهداف. جوليان ألفاريز عند الدقيقة 17 أدخل دي ماريا مرتين. سنين واحد من أفضل لاعبتنا. الله الله كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ. كرة جميلة خذ وهات، لكن حارب حارب حارب. الله كافئ هذا الشاب على أداء جيد في مباراة اليوم، خطيرة في انطلاقة جميلة وهو أداء واثق من نفسه والكرة تلعب. مفترض أن اتحاد كرة القدم كرة تصل، وهذا المكان فيه تقدم بالفعل اخواني عبد الله حمد في الكرات الماضية. حلوة الفكرة واخذ هات، لكن دائما موجود ايضا لاعب المنتخب الارجنتيني ليساندرو، وفي انذار على ليساندرو لاعب مانشستر يونايتد بالمناسبة. ليساندرو مارتينيز. هذه انطلاقه الان للامام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الارجنتيني، الهدف الخامس للأرجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعة. سجلوا علينا الشوط الأول حالي. مرور جميل الله، حلوة حلوة، هدف. أوهو كان ممكن تسجل، كان ممكن تسجل يا علي مضبوط. ترك أرضية الملعب، ميسي عند الكرة الآن. حلوة حلوة، تكمل 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 تكمل. الله الله كان ممكن جدا نسجل لعبة ليما، لعبة